اهلا بيكم في بودكاست جديد مع الدكتور حسن الخباز، الخبير الاقتصادي والخبير التنموي والمحاسب القانوني. واعتقد ان احنا النهارده عندنا حلقه مختلفه تماما في مضمونها وفي اسئلتها وفي شكلها وفي محتواها، وربنا يستر علينا ان شاء الله. اهلا وسهلا يا دكتور. يا اهلا وسهلا. ازيك؟ عامل ايه؟ عامل ايه؟ اخبارك؟ بقالنا كتير ما تقابلناش في بودكاست، يعني اول طلعه الحقيقه في البودكاست اللي احنا بنعمله اعتقد هتبقى صعبه شويه. ربنا يسترها بقى علينا. طيب خليني اكلمك على الفيديو اللي انت عملته على صفحتك. الحقيقه انت عامل شويه نشاط كده على الصفحه في فيديوهات في موضوعات عامه بعيدا حتى عن الموضوعات الخاصه بالشغل المحاسب القانوني، وبتمنى من الزملاء ينزلوا لنا لينكات بتاعت الصفحات عشان حتى الناس تشوف الفيديو ده اللي انا هخليه النهارده محور من محاور التواصل بيننا وبين بعض او اللي احنا هنتكلم فيه. انت اتكلمت عن قضيه الضرائب وقضيه الزكاه، وقلت ان هل ممكن الضرائب تكون جزء من الزكاه؟ انا حصل عندي خلط، انا كواحد مستمع وشفت الفيديو رغم ان انت وضحت التفاصيل، حصل عندي خلط. بقيت مش فاهم يعني ازاي هدخل الضرائب في الزكاه ولا هدخل الزكاه في الضرائب. خليني اكلمك بقى بمستوى الناس اللي عايزه تسمع وتفهم انت عايز تقول ايه. الموضوع ان انا ببص للضرائب وببص للزكاه. اي شخص عنده منشاه هو مطالب ان هو بيدفع زكاه على راس ماله. تمام. طيب ما انا لما باجي الارباح كارباح بس بدفع، ما هو الارباح بتيجي ازاي؟ ايرادات جايه من راس مالي اللي تمام. موجود وبدفع من لان احنا ارباحها بنتكلم ادفع ضريبه. بنتكلم في حته الزكاه، فاحنا بنتكلم كده في ارباح. الزكاه بتدفع على راس مال. تمام. يعني خليني بس الاول هوحد لك النقط وبعدين تمام. نتكلم فيها. الزكاه بتتاخد على راس المال. مظبوط. الضرايب بتتاخد على ايه؟ على الايرادات اللي جايه لي من ارباحي للمنشاه اللي جايه اصلا من راس المال. طيب الضرايب بتتاخد بعد سنه ماليه. الزكاه بعد حول، يعني بعد سنه. طيب الضرايب المفروض ان اللي كان بيجمعها، اللي بتجمعها مصلحه الضرايب اللي تابعه لوزاره الماليه. طب الزكاه كان بتاخدها بيت مال المسلمين اللي هي وزاره الماليه دلوقتي. الضرايب بتروح كدعم للصحة، لتعليم، كوزارة التضامن بتدخل كدعم للناس كناس مستحقين بتاخدها، يعني بتروح للناس الفقراء. الزكاة من مصاريفها الفقراء والمساكين وعبير السبيل، يعني موجودة في نفس المستحقين. أنا هنا سؤالي بسأل الأزهر، لما أنا عندي كل الأركان ديت والجوهر بتاع الموضوع واحد، طب هو ليه ما يحصلش دمج ما بين الاتنين؟ ازاي بقى ما هو الدمج يعني أنا دلوقتي عندي منشأة بدفع ضرائب. تمام. دفعت وليكن 1000 جنيه. تمام. وأنا عليا زكاة 2000 جنيه. تمام. خلاص، ما ليه ما تتحسبش ال1000 جنيه دي من الزكاة بتاعتي وانا ادفع ال1000 التانية؟ خلينا بس نبص للنقطة. ربنا لما نزل علينا فرض الزكاة دي كانت عدالة سماوية لتوزيع الفلوس اللي موجودة في الأرض أو الأرزاق اللي موجودة في الأرض على كل البشر. تمام. والغرض من الضرائب دي عدالة بشرية لتوزيع الموارد والفلوس المستحقة للناس ما بين الناس. يعني احنا عندنا قانون رباني، في عدالة. قانون ربنا وقانون البشري. حلو جدا. تمام. احنا عندنا اصلا في حاجه اسمها فقه النوازل. فقه النوازل ده بيقول ايه؟ بيقول لك الحاجات اللي بقت موجوده دلوقتي وما كانتش موجوده بصورتها في القديم. طب لما احنا عندنا فقه ليه ما بنبحث ده؟ يعني انت تيجي في انشطه، في ناس هتلاقيها وليكن مثلا محلات الذهب. لو حد عنده نشاط الذهب ده هو مطالب دلوقتي في زكاة المال بعد سنة يطلع 2.5% من مظبوط الذهب بتاعه الذهب كله اللي موجود عنده بسعر الذهب دلوقتي رقم. ومطالب في الضرائب بسعر الذهب اللي موجود ان هو يدفع ضريبة كبيرة جدا باللي هو باعه. طب هو المفروض هيخسر ولا هيطلع ده على الناس ولا هيأثر في حاجة لا في حق الدولة لا في حق ربنا؟ يعني انت خايف او مش خايف، خلينا نقول ان بعض الناس ممكن تقول لك يا عم انا بدفع ضرائب خلاص مش دافع زكاه. طب لو انا بدفع زكاه طب ما انا اتهرب شويه من الضرائب واقلل النسبه على قد ما اقدر واجيب طيب مبيعاتي. ليه احنا عندنا مؤسسة، يعني مؤسسة قوية جدا هي مؤسسة الأزهر. وعندنا علماء في تفسير الدين وديننا ما وقفش عند من 1400 سنة.
يعني احنا عندنا في فقهنا وديننا بيواكب الاحداث ونازل لكل الاحداث اللي موجوده دلوقتي. انا بقول لكم فكروا لما كل جوهر الموضوع للزكاه وللضرائب واحد. هقول لك انا ممكن يكون في خلط، خايفين من ايه؟ لان زمان اول لما اتفرضت الضرائب كان بياخدها الحاكم من الاشخاص عشان ياخدها ليه وهو يصرف. ايوه بالظبط. انما الفكر اتغير، احنا دلوقتي بقى عندنا مؤسسات ومؤسسات صرف ومراقبه على مؤسسات الصرف. انا باجي في وقت عايز اطلع زكاه وببقى مش لاقي، فممكن ادي لاي حد وممكن ما يكونش هو مستحق. انا ما ببحث، ما باجيش اعمل بحث حاله لشخص عشان اديله الزكاه بتاعتي. انما ممكن تبقى تتحملها الدوله، انا طلعت عليا ضرائب، طلعت الفلوس وهي تتحملها. يعني انت عايز تحط الملف كله فيما يخص الزكاه والضرائب في ايد الدوله. انا مش بفرض ان يبقى موجود، انا بقول اللي عايز ياخد من ده يتحاسب عليه كضريبه تبقى موجوده من ضمن زكاته موجوده. تمام. انت مش عايز تدفع ضريبك وانت تطلع زكاتك طلعها. تمام. بس الموضوع محتاج بحث علشان خاطر نقدر نوصل لنقطه تخفف على الناس. احنا ديننا دين يسر، انا دايما ديننا دين يسر. طيب خليني بس، والفقه يعني ينفع فيه اتاحه ان احنا يقدر يبقى مع المتغيرات اللي موجوده في الزمن. خليني اوقفك عند شريحه من الناس اللي بتدفع الزكاه وهي مثلا من رجال الاعمال ايا كان، فبيقول لك انا مثلا بحط الزكاه بتاعتي في مصارف او في طرق علاج امراض، جمعيات خيريه، خاصه كمان انت بتشوف الاعلانات بتاعت الجمعيات الخيريه تبرعوا بتاع، فبيقول لك انا بحط فيها المبالغ بتاعت الزكاه بتاعتي. لا ده كمان بياخدوا فواتير وبيقولوا ان احنا دفعنا في المؤسسات دي او جبنا علاج بكذا وعملنا بكذا، وده بيتخصم منهم من الضرائب. طب الشريحه دي هيبقى وضعها ايه؟ احنا عندنا نفس المبدا. انا عندي بس هيبقى في بند ان انا من ضمن ما بدفع ضرائب، يعني لو بدفع مثلا ضريبه اسمها ارباح تجاريه، لا انا هزود عليه في بند عندي زكاه، انا مخرجها بنيتي زكاه وهي الدوله هتاخدها. انت عليك ضريبه وعليك فلوس تبقى موجوده وهم اللي يبقوا مسؤولين ان هم يدفعوا. ما هم لما بيدفعوا كفلوس لحد تعبان او مستشفيات او صحه، طب ما هو ده موجود برضو كصحه موجود عندنا. احنا مش في عندنا جزء القطاع الصحي دوت موجود؟ مش في عندنا قسم القطاع بتاع التعليم الحكومي، مش ده برضو يبقى موجود من ضمن الزكاه؟ ده نزلت فتوى قال لك الموظفين يستحقوا الزكاه بس في ظل الظروف اللي موجوده دلوقتي. يعني حتى المرتبات بقت موجوده. لا ده على فكره مش الموظفين، ده مصر كلها تستحق الزكاه. خلينا بس عشان تبقى الامور واضحه يعني انا بتكلم ان النقطه نفسها موجوده، فليه نرهق على الناس تخلي حد يجي بينه وبين نفسه أنا الشيطان يلعب بيه؟ لا بلاش زكاه، لا بلاش. طيب انا مش بس متخوف من فكره الخلط في الفهم عند الناس. لكن خليني اقول لك الكلام اللي انت بتقوله فيه منطق برضو، لان احنا مثلا في الايام اللي فاتت دي عندنا حالة من الحالات اللي كانت بتاخد فلوس من الناس على حس ان هي عايزة تتعالج، وناس كتيرة دفعت مبالغ ودفعت الكلام ده. اعتقد لو المسألة كانت ماشية بشكل مؤسسي والفلوس دي اتحطت لأماكن، يعني لان سمعت مبالغ. قطاع الصحة نفسه هيبقى قطاع قوي وهيبقى فيه فلوس ان اي حد تعبان يروح يتعالج. طب اسألك سؤال خبيث، هو يعني هو الناس مش ممكن برضه تبقى قلقانه قوي من ان الدوله ممكن تتصرف في الفلوس بالشكل اللي يخليها تبقى خايفه؟ يقول لك يا عم انا احط الفلوس يتحاسب اللي اخذ الفلوس بقى. احنا دلوقتي الازهر لو طلع الفتوى يتحاسب اللي اخذ الفلوس وضيعها. يبقى خليها بقى، يعني مش قصه يبقى حد مثلا سرق فلوس او حد اخذ فلوس او حد صرفها بغلط، لا ده انت هتتحاسب على كل جنيه انت اخذته من الناس. لان دي المفروض رايحه كانت زكاه مال خارجه من الناس. وبعدين انت كل دول العالم بتتكلم عن العداله الضريبيه والعداله الاجتماعيه. لا طبعا ماشي طبعا. كل دول العالم دلوقتي بتتكلم على ده. طبعا. تخيل احنا من 1400 سنه ربنا عمل لنا عداله سماويه عنده تبقى موجوده كقانون الهي لعداله اجتماعيه وموجود. اجي انا افصل الدين بالمؤسسه مثلا الماليه عشان اقول لا انا مش عايز اربط الاثنين ببعض؟ ازاي؟ تفتكر مين هيبقى اكتر اهتمام بالموضوع؟ هل الازهر ولا البحوث الاسلاميه المفترض انها تراجع الكلام ده، ولا الازهر هي اللي تاخد فيه سكه، ولا ايه؟ والله بص انا بتكلم قلت موضوع وانا بقول يتم البحث فيه ويطلع حاجه تيسر على الناس. يعني احنا لو طلعت فتوى يسرت على الناس هو ده اللي احنا عايزين نوصل له. هي مش قصه، احنا مش بنتكلم في مسابقه مين اللي هيقول ومين اللي قال ومين اللي هياخد الخوف او مين اللي هياخد الريسك او مين اللي هيتعامل عليه. احنا بنقول ابحثوا يا جماعه الموضوع وبصوا، ولو في رد ينافي، يعني لو الموضوع مختلف تماما ان ما ينفعش يحصل
ربط ما بين الضرايب والزكاه، اطلعوا وضحوا لنا الموضوع ده. بس انا اتصور ان الموضوع ده هيفتح النار شويه عليك. انت جاهز يعني انك انت هتبقى، لان في ناس كتير هتبقى معترضه على فكره ان دخول الزكاه في الضرايب انت عارف المواضيع دي مواضيع شائكه، انت ليه اخترت انك انت تفتح النار عليك في الموضوع ده؟ انا موضوع فكر، خلي بالك احنا بنبحث موضوع فيه تيسير على الناس. احنا عندنا قلت لك فكر النوازل ده لازم نبحث فيه. احنا مش هنقف، احنا ديننا مش واقف. اللي واقف ومجمد دماغه عند جزئية معينة او مش عايز حاجة تتحرك، ده هو ده شخص مش هينفع ان احنا نتعامل بالمنطلق ده. احنا ديننا دين، يعني احنا اول كلمة نزلت في قرآن هي ايه؟ اقرأ. اقرأ. اعتقد ان دي عنوان عندنا، لان احنا نبحث، لان احنا ندور، لان احنا نجاري اللي موجود. فما ينفعش ان احنا يبقى ديننا في كل دوت ونرجع احنا نقف نقول لا اصل مش عايزين نحط الزكاة جنب جنب الضرايب، الضرايب. اصل الاثنين ما لهمش دعوه ببعض، اصل ده قانون الهي متحدد له وده قانون بشري. ما هو ماشي، بس الآلية بتاعته واحده. مم. حتى لو ده بشري بقى قليل، خلاص انا ادفع الضرايب والباقي اطلع الزكاه لو عليا. طب لو الضرايب كتير يبقى الزكاه اللي موجوده عليا طلعتها على الضرايب. سؤال اخير عشان نقفل الحلقه بتاعت البودكاست اللي انت ممكن دي تعمل هتبقى لنا، ضربه النار اللي تعمل لنا مشاكل. لا لا السؤال خالص، الأخير لا دي خالص، ضربه النار. مفيش حاجه خالص، مش ضربه نار ولا حاجه. انا عايزك بس تلخص لي الفكره اللي احنا اتكلمنا فيها دي في 3-4 سطور توجه بيهم رساله للازهر والبحوث الاسلاميه والمهتمين بالشان العام لهذا الموضوع في 3 سطور. انا بوجه رسالتي للازهر ولمجمع البحوث الاسلاميه، بقول لهم احنا ديننا محتاج ان احنا ما بنتكلمش على ثوابت، احنا بنتكلم على بحث في موضوع بيروق الناس. الظروف الاقتصادية بتاعت الناس بقت كتيرة جدا، الالتزامات بقت كتيرة جدا. فطالما عندنا قانون إلهي بيلزمنا بفلوس نعملها كنوع من أنواع العدالة، والدولة بتفرض علينا فلوس علشان العدالة الاجتماعية البشرية اللي تبقى موجودة، فاحنا بنقول هل يمكن ان يحصل دمج او يحصل تقارب ما بينهم ولا لا؟ لو ما فيش خلاص اطلعوا قولوا لنا ما فيش، لو في يسروا على الناس. انا بشكرك، وقد اكون متفق معاك في حاجات كتيره، بس انا لازم اكون محايد في طرح وجهه النظر. ولكن انا متفق معاك في حاجات كتيره من اللي انت قلتها ومختلف معاك في حاجات تانية. لكن خلينا نقول ان طب مختلف معايا في ايه؟ يعني مش مختلف قصه خلاف، احنا كلامنا لا لا، شرحنا مش موضوع الاختلاف في العموم، ما الاختلاف اختلفناش. الاختلاف في ان الفكره نفسها يعني ممكن تبقى مشكله عند ناس كتيره هل بقى جدا. نخاف؟ يعني هل احنا هنقف عشان احنا خايفين من بعض الناس انها تنقد ان احنا ما نتكلمش؟ هل احنا ديننا اللي ربنا قال لنا اجتهدوا فيه، اللي قال لنا اسعوا فيه، ان احنا نقف محلك سر وما نتحركش وما نيسرش على الناس؟ لا طبعا، لو الناس هتهاجم تهاجم. احنا بنقول حاجة، لو طلعت حاجة فيها خير للناس يا رب تيسر عليهم في ظل الظروف اللي موجودة انا دلوقتي. متفق معاك، واللي عايز يهاجم يهاجم، الحلقه موجوده الدكتور حسن موجود وصفحاته كلها موجوده. انا بشكرك وبشكر فكرك انك انت، يعني انا دايما مع فكره ان زي ما انت بتقول كده، يعني بعيدا طبعا عن فكره الاتفاق والاختلاف، انا دايما مع فكره ان الواحد لازم يكون عنده رؤيه ولازم يفكر ولازم يدي العقل فرصه انه يفكر. نتفق نختلف، المهم ان احنا نوصل في الاخر لثوابت وحاجات مهمه تفيد الناس وتفيد الحياه، لان الحياه مش هتفضل واقفه على حاجات من 1400 سنة. احنا الحياة لازم اللي انت تتغير. قلتها يعني، فهو وديننا بالظبط كده، مفتوح وديننا وموجود. دين يسر. وبعدين انا اول كلمه قلتها لك ايه؟ احنا ديننا اول كلمه فيه اقرا، يعني بالظبط. نبحث وندور ونشوف ونقرا ونطلع. يعني ده هو في كل يعني في كل ختام كل آية في اغلب قرآننا، افلا تعلمون، افلا تدبرون، أصحاب العقول افلا طبعا. تبصرون. يعني الكلامنا نيجي احنا نقف ونقول لا اصل احنا مش هنتكلم ومش عايزين نقرب من بعض. تمام. اعتقد يا رب يكون في انا الموضوع فيه باخد خير منك للناس يعني. باخد منك الفكره، وبقول للناس قبل ما تشوفوا البودكاست بس اذنكم تتفرجوا على الفيديو عشان يبقى الموضوع عندكم متكامل، عشان تقدروا كمان تخشوا في البودكاست وانتم فاهمين هو الدكتور حسن كان عايز يقول ايه. نتفق نختلف، لكن هو في الاخر طرح فكره للراي العام، للازهر، للبحوث الاسلاميه، لكل المهتمين بهذا المجال، اذ ربما يكون في خطوات مهمه تفيد الناس في المرحله الجايه. بشكرك يا دكتور، وان شاء الله نتقابل في حلقه جديده في البودكاست. ان شاء الله باذن الله. الف شكر يا استاذ هشام، بشكرك جدا على الحلقه الجميله دي. شكرا لحضرتك.